الملعب هون اكثر شيء مجنون، خلوني اخذك، اكثر شيء مجنون شفته بحياتي. يلا يا اشرف، يلا يا اشرف. ودخلنا ملعب مدينة تعليمية مباراة المغرب ويا اسبانيا، ويا رب المغرب يا رب المغرب. يلا 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 يلا. ايه هناك جماهير مغربية. وانتهت المباراة 0-0 للشوط الحقيقي حق المباراة، وصلنا حق الاشواط الاضافية حق المباراة. فالشوط الاضافي الاول بدأ الحين والنتيجة 0-0 مثل ما قلت لكم. يا رب المغرب يفوزون، نحتفل مع بعض. طبعا الجماهير المغربية طول المباراة ما سكتوا، مسيطرين على الملعب، مسيطرين على كل شيء، مسيطرين على الاجواء. سير سير سير، يا رب جول يا رب جول. نحتفل ان شاء الله مع الستوريز الجاية. يا رب يا رب يا رب. تعلم اليوم شيء المغربية بمناسبة المغرب، ايش رايكم؟ سمعوها وايد حبيتها وايد حبيتها. تقول لك اللي ما بوجه ماشي مغربي، بوجه تعني يشجع، اللي ما يشجع هو مو مغربي. تقال بهالطريقة، اللي ما بوجه ماشي مغربي. أولي أولي. قسما بالله الاجواء هون بالملعب ما بتنوصف. ابو غازي نار نار اخوان، نار هون، اصوات الدنيا ولعت. هاي الفريق يسعد وهذه الفرحه العارمه على وجوه المشجعين المغربيين. الف مبروك لفريق المغرب، ولا عزاء لاسبانيا. علقوا انتوا ويا ولك. المغرب احسن فرقة في العالم. قيلي شو شعورك؟ قيلي شو شعورك بالفوز؟ شعورك؟ لا يوصف لا يوصف. مبروك مبروك.
في المدينة التعليمية ماتش المغرب واسبانيا من اقوى مقاعد في الاستاد. هنا الدكة وهنا الطن اللعيبة هتطلع منه. احلى فلوج النهارده هيتصور باذن الله. نشوف انتصار عربي تاريخي للمرة الاولى في تاريخ كأس العالم، منتخب عربي في ربع النهائي. وحتى لو لا قدر الله المغرب ما كسبتش كده وصلوا من دور ال 16 بالاداء اللي عملوه ضد بلجيكا وضد كرواتيا تصدر المجموعة، انجاز في حد ذاته. المباراة التاريخية مفيش ستوريز كتير النهارده لاني مركز ان شاء الله فلوج اسطوري. وطول ما ان الكوره مع اسبانيا ما بنعملش غير حاجه واحده بس كده. Bella ciao 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 una mattina sono stato oh bella ciao bella ciao حبيبي. لا شوف ده عربي يا اخي عربي. من وين؟ لبنان. ليش كل اللبنانيين يشجعون اسبانيا؟ سؤال ليش كل اللبنانيين يشجعون اسبانيا؟ اللبنانيين بيشجعوا المانيا مش اسبانيا. المانيا برازيل. شكرا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله والله العظيم تعبنا والله العظيم يا رب مغربيه يا رب 3-1 او 4-3 المغرب باذن الله يا رب. بس رقم 21 لاجوت ضيع 3 انفرادات. الانفرادات ضيع. كابتن حسن وقرطط جيب جول. اولا 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 الحمد لله رب العالمين تأهلت المغرب لدور الثمانية وحتواجه البرتغال في مباراة جدا صعبة، ولكن احنا واثقين في المغرب انه تتجاوز البرتغال، رغم انه احنا بدنا البرتغال في النهائي مع الارجنتين، ولكن يعني اذا اصطدمت بالمغرب مع احترامي الشديد لك، وهذا الحكي حكيته عن اسبانيا ولكن بالفلوج اللي انا صورته، والله اعلم عاد الفلوج ينزل ولا لا، لانه الفلوج يعني انا ما صورت شيء، انا كنت مندمج مع المباراة وفرحان في المباراة. المهم احد اسباب، يعني مش احد اسباب، هم اسباب الفوز توفيق رب العالمين. الجمهور اللي برا الملعب كان اكثر من اللي جوا الملعب. اللي برا الملعب جاي يدور على تكتات يا جماعه، حرفيا لو جمهور المغرب كله دخل اسبانيا خسرت من الشوط الاول. السبب الثاني هو المدرب المحلي الركراكي اللي هو عارف قدرات لاعيبته ودافع وبالنهايه فاز. ثالث شيء رابع شيء بونو، انت طقع اسطوره. والسبب الاخير طبعا هو مجهود الشباب كلهم، الله يعطيهم الف عافيه. وفي لاعب بسيط، مش بسيط، هو بسيط، هو بتطلع عليه بتحسه بسيط بس مفعوله جدا قوي، واللي هو مرابط. يا جماعه بعرفش اذا انتم في التلفزيون ما بتشوفوا اللي احنا بنشوفه، ولكن مرابط اليوم كان هو حلقه الوسط، ما بتقدرش تعدي منه، كل طباته هيك كان معجوق بعض الشيء ولكنه سفاح واسطوره. اللي ما عجبني اداؤه زلزولي صغير وبده خبره وهيك، بس دخل ما مسكش طابق ضايقني. المهم الله يعطيكم الف عافيه، تاهلت المغرب، الف مبروك للمغرب والف مبروك للعرب على هذا الانجاز العظيم، وان شاء الله مستمرين وبالتوفيق لنا جميعا. يا رب يا رب يا رب.
مبروك علينا هذه البداية ما زال